اترك هذا الحصان وشأنه أيها الفتى، ألم تلاحظ أنه متعب وغير مستعد لحملك على ظهره؟ حسناً، لا بأس بفكرة ذكية كهذه لتسريع العمل وتقليل الجهد. أحسنت يا صديقي. لم العجلة أيها الفتى؟ حسناً، آمل أن يكون هذا درساً لك. من الواضح أن الوضع غير مطمئن على الإطلاق، هل أنتما بخير؟ بينما كانت هذه الصغيرة متحمسة لرؤية صورتها الجميلة، انظروا ماذا رأت. تظاهر هذا الرجل أنه رسام وجلس أمام هاتين الفتاتين لرسمهما، ولكن المفاجأة كانت كما ستشاهدون. حسناً، لا بأس، استمتعي بوقتك يا سيدتي. يا للمسكينة، هل أنت على ما يرام؟ أراد سائق هذه الدراجة أن يرينا مهاراته القيادية، لكن أنصحك بالحذر والانتباه يا رجل، فأنت على الحافة. قرر هذا الرجل صناعة وسيلة نقل خاصة به، وبالفعل نجح في ذلك. هلا يا رمانة، هلا هلا يا رمانة، عيوشة زعلانة، عيوشة زعلانة، ميني راضيها. هذا الرجل اخترع غواصة من نوع غريب. أعتقد أن هذا القط الصغير واقع في ورطة. يبدو أن هذه الغسالة سائمت من مكانها وأرادت تغييره. عندما يكون السقف المستعار ذي جودة سيئة للغاية، حتما هذا ما سيحدث. انظروا لغباء هذه السائقة. تهيأ له ذلك الكلبان الصغيران أسوداً.
يبدو أن هناك مصيبة ستحدث بعد ثوان. عندما تحصل على التقاعد وليس لديك ما تفعله. يبدو أنها كانت متحمسة زيادة عن اللازم. أراد الذهاب في رحلة شيقة على ظهر هذا الحوت. ربما الحوت ليس جائعا وسيتركه للعشاء. ظن نفسه ذكيا عندما غش وفعل هذه الحركة، ولكن صديقه كان أكثر ذكاء منه. كادت تلك الشاحنة الضخمة أن تسقط في المياه، لهذا قام سائق الحفار بزج الشاحنة قليلا حتى تتمكن من السير على الطريق، ولقد نجح في ذلك. ألقت الشرطة القبض على العامل الذي كان يقوم بتوصيل الطلبيات إلى المنزل، لهذا قام الشرطي بنفسه بإيصال الطلبيات التي كان يحملها العامل. يمتلك هذا الرجل من العمر 110 عام، وهذا بالتأكيد أمر نادر للغاية. انظروا إلى كمية التجاعيد التي تعلو جسمه. هذا الجهاز الطائر قادر على أن يوصلك إلى وجهتك أسرع من السيارة. أعتقد أنه بالمستقبل ستكون وسيلة المواصلات الأولى التي يستخدمها البشر هي هذه. كان ذلك الشاب يقوم ببعض الرقصات المجنونة بينما يخرج الطعام من الثلاجة، ولكنه لم يعتقد أن هناك أحدا ما يصوره، لهذا انصدم عندما اكتشف ذلك. اعتقد هذا الرجل أن الدب عالق في الثلج، ولكنه لم يكن يعلم أنه كان يخطط للهجوم عليه.